هو لازم تروحي جيم وتدفعي الافات وتنزلي من البيت عشان تعملي فورمه؟ تعالى اقولك ازاي تهتمي بجسمك من البيت. روحها خفيفة بس ديفا 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 ديفا. هقولك على حل سهل تتمرني بيه في البيت وبتكلفه لا تتعدى اشتراك شهر واحد بس في الجيم. كل التطبيقات اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه واللي هكتبها لك وهحط لك لينكاتها في التعليقات موجوده على البلاي ستور بشكل مجاني. تقدري تبتدي بيهم وتخصصي كل يوم نص ساعه للتمرين بتاعك. من خلال النص ساعه يوميا دي هتلاقي في اخر الشهر ان طاقتك فرقت جدا، حركتك بقت اخف وجسمك بقى احلى، غير طبعا الفرق النفسي الرهيب اللي بتعمله ممارسه الرياضه عموما. الحل التاني انك هتجيبي ادوات بسيطه جدا من عند حد بتاع ادوات رياضيه، ادوات مش غاليه بس اساسيه في التمرين، زي مثلا 2 دمبلز 5 كيلو هتعمل معاكي تمارين اعلى الجسم للبايسبس والترايسبس والظهر والتشست وكمان الاكتاف، وهتعمل معاكي تمارين الجزء اللي تحت للرجلين والارضيه، وهتجيبي كمان استك مقاومه مفتوح وده هتعملي بيه الباي والتراي والبطن والظهر والرجل. عجله البطن ودي هتفرق معاكي قوي في شكل بطنك وهتقدري تشدي بيها عضلات بطنك. مش بس كده، عندك موقع تحفه مجاني اسمه ماسل ويكي هيظهر دلوقتي على الشاشه. ده ببساطه موقع لو مش عارفه تبتدي منين او تشتغلي على انهي عضله بتفتحيه. الاول بيختار منك انك تحددي النوع سواء ذكر او انثى، وبعد كده بتختاري منه العضله المعينه اللي انت هتشتغلي عليها، وبتختاري بيديكي الاوبشنز على الجنب سواء كنت هتشتغلي بادوات او هتشتغلي باجهزه في الجيم او حتى مانيوال من غير اي حاجه. بيوضح لك التمرين خطوه بخطوه وبيقول لك بيتعمل ازاي كانك معاكي مدرب شخصي في البيت ببلاش. اخر حاجه لازم تحطيها حلقه في ودنك، مفيش حاجه اسمها مش هعرف، الموضوع كله التزام. الادوات موجوده، الفيديوهات موجوده، كلها حاجات مجانيه او بتكلفه بسيطه قوي. اللي فاضل بس انك تاخدي الخطوه. وخدي بالك التمرين مش لعلاج السمنه او النحافه، التمرين بيخليكي اهدى واجمل وبيعالج التوتر وبيخلي جسمك اخف بكتير. الفيديو ده اتطلب مني كتير ومتاكده ان في ناس كتيره محتاجاه، شاركيه مع اصحابك ولو عندك سؤال اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكي على طول. خليكي ديفا، خليكي ليدي.